عرفنا هذا. اكو نقطة هنا شوية بالله اريد الفت نظرك الها. يقول اليوم جاني فرد سؤال او بالاحرى فرد طلب انه من الحكمة مثلا تفقد وحيدها وتظل ثاكلة وتظل بلوعة، هاي من الحكمة؟ طبعا بدي التفت شوية زين. انا الفت نظرك لنقطة، كل علماء المسلمين يقولون الله عز وجل اذا ابتلى انسان اخذ منا عزيز، اخذ منا ولد او اخذ منا اخو او اخذ منا اب، وحدة من ثلاثة، هذا اللي اخذ من عنده يعوض باقل منا. اذا مثلا اخذ منا ولد عزيز وصار يعوض باقل من ابنه، شو يصير ظلم. والله عادل ما يصير. يعني انت يصير لما تاخذ سلعة من واحد ثمنها 100 دينار تعطي دينار بدالها، هذا عدل؟ طبعا لا، مو عدل. اذا عوض باقل من ابنه هذا ظلم، اذا عوض باقل من اخوه هذا ظلم. زين، هالمرة لا نقول ما يعوض باقل، وانما يعوض بالمماثل بما يساوي. اذا عوض بالمماثل صار عبث. ليش؟ هو ليش ياخذ حتى يعوض بالمماثل؟ ما تقول مماثل هذا عبث. ليش بالمماثل؟ خليه اللي عنده خليه عنده. اذا المتعين شنو؟ المتعين ان الله يعوضه بما هو افضل. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه واله على بعض صحابته رضوان الله عليه، دخل عليه وجده يبكي عند ولد فقد، وجده يبكي، قال له أما ترضى أن يكون دليلك في الجنة؟ ما تحب أن يكون هذا قدامك يحبو أمامك هذا ابنك؟ هذول تعبر عنه الرواية دعاميص الجنة. هذا الطفل الصغير أو الصبي إذا راح، مو معنى ذلك أن الله عز وجل ما راح يعوض من فقد هذا العجز، لا راح يعوضه. وفي نفس الوقت صدقني أن هذا ريحة من هالحياة، من راح في سن مبكرة صدقني أن ارتاح. ليش ارتاح؟ لأنه أرجوك هذه الحياة اللي تشوف قدام عينك، أي يوم يمر يجدك حمل من الآلام، أي يوم يمر يجدك حمل من الهموم، ورحم الله أبا العلاء تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد، بعد إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. لحظة يقول من لحظات الحزن عندما يفقد له واحد عزيز، يقول هاي أضعاف السرور اللي لما يطلع من بطن أمه يهلهلوا له ويستقبلوه بأفراح.